ما يحتاج انك تغلط. اي نعم، ما يحتاج انك تغلط. احنا في زمن الناس تتحسف اذا شافت انسان ما يغلط، لان شلون يساوونه معاهم بنفس المكان الا لما يشوفونه ناقص، تقديرا لتلك العقول الناقصة فقط لا غير. شيء مو محتاجه بهالفترة، او بكل بساطة تقدر تقول عنه الوضع الحالي ابدا مو محتاج انك تعاتب، مو محتاج انك تشره، مو محتاج انك تروح وتقول حق فلان انت سويت بحقي 1 و2 و3 و4. مو محتاج ان انت تتعب نفسك، فكفاها ما اتاها اساسا، وكفاها ما تحملت منهم اصلا. يقولون العتب على قد المحبة. هي ادري، بس في ناس صاروا يستمتعون اذا شافونا نعاتبهم، كأنهم يعتقدون بان احنا محتاجينهم في حياتنا، ولا راح ينقطع النفس وما نقدر نعيش وخلاص بس نعتبرها نهاية الدنيا. الوضع حاليا مو محتاج اني اعاتب احد ابدا، مو محتاج اني اقول حق احد ليش ما سويت، ليش ما حطيت، ليش ما قلت، ليش ما فرحت، ليش ما دافعت، ليش ما تقربت، ليش ما شلتني، ليش ما سندتني. تدري ليش؟ تدري ليش الوضع مو محتاج هذا كله؟ لأن سألت نفسي أساساً اللي قاعد أعاتبه مهتم حق عتابي؟ عز نفسك يا أخوي، عزي نفسك يا الغالية، ما حد يستاهل إلا ما ندر. الوضع مو محتاج مآسي، ولا محتاج كثرة ملام، ولا محتاج تعب هذا العتب أبداً. خلاص، أبي أسألك سؤال، منو يستاهل أنك تضيع من حياتك أيام ما ترد تعيشها عشانه؟ إن ما كان أبوك أو أمك، منو يستاهل؟ ما في يا أخي. للأسف اليوم صارت الناس تحترمك إذا شافتك أنت تحب نفسك وايد، ومعتز بنفسك وايد، وواثق من نفسك وايد. أول ما تدير لهم بال، أول ما شافوا عمرهم عليك. الوضع مو محتاج كل هاللوية، الوضع مو محتاج أنك تدخل نفسك في دوامة أنت أحسن وأعلى وأرفع منها بكثير. ركز على اللي ما تهون عليه دمعتك، ركز على اللي ما يهون عليه حزنك، ركز على اللي يبي يكون يمك ويحبك بكل ما فيك من عيوب قبل مزايا، لأن اليوم صاروا يحبونك طول ما أنت زين، وأول ما شافوا فيك عيب قالوا يا تغيره يا احنا نمشي. اللي ما يحفظ عدوينكم، الباب ياسع على جمل، اللي ما يتقبلني بشيني وهو مو كفو أكون معاه وأنا بزين وبأموري الزينة. الوضع حاليا مو محتاج أنك تخطأ كل هذه الأخطاء في العتب ومحاولة المحافظة على من مو كفو أنك تحافظ عليه. خله يعرف إذا خسرك ووخرت عن حياته شنو خسر. صدقوني يا جماعة، في ناس موجودين بحياتنا امتحان للصبر، يخلونا نصبر عليهم ونصبر 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 لين نطق جبنا، لين نوصل حق مرحلة نقول خلاص حتى الصبر مل مني وأنا مليت من الصبر وما عاد فيني، أصلا ما عاد فيك شبر يتحمل أني أصبر عليك ثانية. تيلي يوم اللي فقدت الأمل فيك وتعاتبني أني فقدته، طيب تعال حاسب كل الوقت اللي أنا قضيته أصبر. اليوم يتغير، باكر يتعدل، باكر يقدر، اليوم يحب. غلط وايد وأنا أنطر تغيير، غلط وايد وأنا أصبر ظنا بأن هذا الإنسان يستحق مني الصبر. الوضع مو محتاج هذا كله. وفجأة بدون سابق انذار أقول لك قرر بأن أنت تعز نفسك بهاللحظة، لأن صدقني إذا أنت ما حرصت على نفسك فنادر جدا من سيحرص عليك، هذا إذا كان ماكو أحد يحرص عليك أصلا. لا تغلط، لا تغلط، لا تغلط. امسح دمعتك بنفسك وعز نفسك بنفسك، ولا تسمح حق أحد يستغلك بلحظة ضعف. الوضع مو محتاج كل هالأمور أصلا، الوضع محتاجك تركز وتعيش.